السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الأهلي العظيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقتنا النهاردة مليانة زبد وبهاريز وحاجات حلوة، حاجات حلوة تخش النادي الأهلي وحاجات تضحك كمان وحاجات أحداث كتير. ويلا بينا نخش على حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. النهاردة موقع ترانسفيرت ماركت أعلن بنسبة 94% جاكسون موليكا هو مهاجم الأهلي الأجنبي اللي الأهلي بيتعاقد معاه. وطبعا أنا ليه بتفائل بالموقع ده، أو كلنا ممكن بنتفائل بالموقع ده، لأن الموقع ده هو أول موقع أعلن عن صفقة برونو سافيو، وقال اللي هو في طريقها إلى النادي الاهلي، وبالفعل تمت الصفقه. والنهارده برضو قال لنا بنسبه 94% جاكسون موليكا في طريقه للنادي الاهلي. ويقوم ابراهيم المنيسي اللي هو رئيس تحرير مجله النادي الاهلي طلع علينا باطلاله جميله، وبيقول فيها ان الاهلي قطع شوط طويل جدا مع المهاجم الاجنبي في التعاقد معاه، وفاضل التكة الأخيرة اللي هي موافقة. ومجرد ما هيوافق اللاعب اللي هو مين لسه، ولا انتوا طلعتوا كده خلاص عارفين، اللي هو موليكا، هيتم الإعلان عن الصفقة على طول. كل ده اللي بيخص المهاجم الأجنبي اللي النادي الأهلي هيتعاقد معاه. ولغاية دلوقتي احنا قلنا ان الاهلي ماشي في جبهة ايبوكا وجبهة موليكا. بس ايبوكا كل السوشيال ميديا كانت بتتكلم واجتهادات وصحفيين وكده، لكن موليكا ده موقع عالمي ومعتمد، وكل التعاقدات بتنزل عليه، ويبقى هو اول واحد بيقول لنا مين رايح فين ومين جاي منين. وادينا الايام الجاية هنشوف. واللي بيأكد برضو اكتر، اللي اكد لي برضو اكتر اللي هو موليكا، ان زي ما قلت لكم استاذ ابراهيم المنيسي طلع واتكلم بوضوح كل حاجة. المهم نخش على تاني حاجة معانا، مباراة الاهلي وسموحة في الكاس القديم اللي لسه ما خلصناهوش. تعالوا ندردش في مباراة الاهلي وسموحة، المباراة الصعبة اللي هتكون ان شاء الله يوم الثلاث. هنقابل فيها سموحة في الكاس القديم في قبل النهائي، وان شاء الله بالتوفيق لينا. بس الماتش ده في الاهلي بيواجه فيه صعوبات كتير جدا. ايه اللي هي الصعوبات اللي الاهلي بيواجهها؟ كلنا طبعا عارفين. اصابات يعني كتير جدا، محمد عبد المنعم مصاب، اكرم توفيق مصاب، كريم فؤاد مصاب، طاهر وبرستاو، بس هم على اللي هم جاهزين وممكن يبدأ بيهم، وياسر ابراهيم، كتير جدا مصابين. النادي الاهلي في حالة اصابات، ومستشفى النادي الاهلي بيعلن حالة الطوارئ. النادي الاهلي لعيبة كتيرة مصابين، واحنا عارفين ماتش سموحة، الاهلي مع سموحة بيكون ماتش جامد جدا. وبعديه عندنا ماتش اقوى منه مع اخواتنا مين؟ ايوه انا سامعكم، اخواتنا الزملكاوية يوم 21 اللي هو هيكون موافق يوم السبت القادم في الدوري. هنخلص كاس قديم ونخش في الدوري، ودخلنا في المطحنة والجد. وبعد ما بنخلص ماتش الزمالك عندنا مين بقى يا جدعان؟ عندنا مين؟ ايوه كاس العالم. كاس العالم النهارده النادي الاهلي، خلي بالك عشان الخبر ده هيحرق ناس كتير قوي. النادي الاهلي اعلن القائمه المبدئيه وبعتها للاتحاد المصري. وكان مين في القائمه؟ تفتكروا مين؟ ايوه سامع، ايوه كهربا الفولت العالي كان موجود في القائمه النهارده، واتبعت من ضمن القائمه الاولويه المبدئيه للنادي الاهلي.
ولازم الاتحاد المصري يبعتها زي ما هي ويتوافق عليها، لاننا كلنا عارفين ان كهربا اسمه اتشال فين الناس اللي هي ايه هتشارك عادي، وتشال ايه من على موقع الفيفا من الناس اللي هي ايه مش بتلعب والكلام ده كله اللي انتوا عارفينه، اللي القصه فيها حوالينا لغط كتير. وعلى فكره في معلومه عايز اقولها لكم بخصوص القضيه الكهرباء. النادي الاهلي فيه فلوس لسافيو ما اداهالوش لغايه دلوقتي. المعلومه دي ممكن في كتير ما يعرفوهاش. في فلوس لغايه دلوقتي لسه ما وصلتش في قبض سافيو، برونو سافيو بالتحديد، عشان الراجل ده بيقبض بالدولار. وغالبا هي دي شكلها الفلوس اللي لو نادي الزمالك رفع القضيه، رفع اللي هو الكهرباء هيلعب والكلام ده وبعت للفيفا تاني، فشكل دي الفلوس اللي هتدفع مبدئيا لنادي الزمالك. ما علينا. المهم قلنا لكم خبر حلو يفرح ان كهربا هيلعب معانا، تمام. وانا عارفك انت اما بتسمعني دلوقتي بيكون مغلول ومحروق، اما بتسمع سيرته كهربا عامل لك روشنه في دماغك، بس مش مهم. كفايه علينا ان الراجل اتبعت اسمه وليه حق اللي هو كان يشارك من ماتش المصري، وحق يشارك في ماتش سموحه والزمالك ويلعب معانا كاس عالم. موت بغيظتك، موت بقهرتك، موت بحسرتك. كهربا اهلاوي غصب عنك يا بواب منك لي. وتعالى معايا برضو نروح اخدكم في حتة تانية حلوة كده. ان مدرب اوكلاند سيتي، مدرب اوكلاند سيتي اللي احنا مدرب اوكلاند سيتي اللي احنا هنلعبه في اول ماتش في كاس العالم للاندية. وطبعا قبلها طبعا قبل ما اقول على المدرب وبتاع اوكلاند سيتي، النادي الاهلي طبعا هيسافر يوم 29 يناير. مدرب اوكلاند سيتي هيتابع النادي الاهلي من اول ماتش سموحه اللي هو ماتش يوم الثلاث، مرورا بماتش الزمالك، عشان يعرف طريقه لعب كولر واللعيبه دي مركزها فين، ده مركزه فين، وده بيلعب ايه، وده طريقته ازاي، وده يعني يعرف شويه عن النادي الاهلي ويحضر للنادي الاهلي. وخلي بالكوا كاس العالم ده احنا في طريقنا فيه سهل جدا، سهل جدا. يعني وتاني حاجه احنا في طريقنا اول ماتشين ان شاء الله هنعديهم، وانا بقول لكم ان الاهلي قادر ان شاء الله في اول ماتشين هيعديهم في كاس العالم وهيفرحنا. والمره دي احنا عايزين نهائي، نوصل نهائي، ويا سلام لو تاخدوا كاس العالم للانديه، يا سلام، يبقى انتوا فرحتونا. وبامانه يبقى انتوا جيل يعني عملتوا اللي عليكم وعملتوا بزياده، واحنا عارفين قد ايه انتوا مفرحينا، واحنا في ظهركم ومعاكم. يخش على تالت حاجه اللي هي هتضحكنا النهارده، ان شويه من لعيبه الزمالك هم طلع منهم 2 أو 3 بس هم شويه كتير، وبالاخص مصطفى شلبي وعبد الله جمعه، ايوه، ومحمد صبحي. التلاتة حبوا يتفزلكوا وينزلوا صورهم وهم بيعملوا عملية الليزر. يقوم مش كفاية فضايحهم وصورهم وهم بيعملوا عملية، لا، يقوم رئيس ناديهم منزل غرامة 300 ألف جنيه على التلات لعيبة دولت. طب انتوا نزلتوا 300 ألف جنيه ليه على التلات لعيبة دولت؟ قال لك عشان دولت ما ينفعش اللي هم بيعملوه. رئيس ناديهم فضحهم اكتر. ويقوم كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك ونجم خط الوسط بتاعه اللي كان على ايامه جاب الجون اللي انا افتكره له في الرجاء في النهائي، تمام، وخد البطوله اللي هي كانت الخامسه في تاريخهم على ما اعتقد. يقول له يا مصطفى يا شلبي، ده اول درس هتتعلمه في نادي الزمالك اما تعمل حاجه غلط. اشمعنى يا كابتن هو مصطفى شلبي بس اللي قلت له الكلمه دي؟ ده سؤال موجه ليك، اللي مصطفى شلبي طلعت اتكلمت عليه وكتبت له تويته مخصوص على تويتر تقول له فيها وتنبهه ان ده اول درس هتاخده في نادي الزمالك. ولا انت عشان عارف ان مصطفى شلبي اهلاوي فهو ده حاطط سلقت الضوء الاخضر بتاعك عليه؟ لسه واصل لي خبر دلوقتي حالا طازه ان الحكم الجزائري والعربي مصطفى غربال هو الحكم العربي الوحيد في مونديال كاس العالم للأندية. وبخصوص التحكيم فهنتكلم شوية
عن التحكيم المصري. وبسأل سؤال، هو ليه التحكيم المصري كل الأندية في الدوري الممتاز والدرجة التانية كله بيشتكي من التحكيم المصري؟ ليه؟ اشمعنى التحكيم ده بالذات؟ واشمعنى الأندية، كل الأندية مجمعة إن هي عمالة تشتكي من التحكيم ومساوئ التحكيم وفضائح التحكيم والحكام؟ حتى في وجود الفار، الأندية بتشتكي وبتعاني. وحتى في وجود الراجل الأجنبي كلاتنبرج اللي احنا جبناه عشان يطور لنا ويصحح للحكام مفاهيم يعني ايه تحكيم، ويعني ايه عدالة في أرض الملعب، ويعني ايه فار انت قاعد عليه تشوف اللعبة وتبلغ الحكم بيها وتقول لي للحكم لا دي تستاهل طرد، لا دي ضربة جزاء، دي جون، دي مش جون، دي اوفسايد، لا مش اوفسايد. الا ان الراجل ده جاي ما صلحش حاجه، بل بالعكس الاخطاء زادت اكتر من الاول. وكلنا شايفين كل ماتش لازم يحصل فيه كارثه، واخرهم ماتش الاهلي، واخرهم قبليه برضو، عشان انا بتكلم على التحكيم وبتكلم على منظومه التحكيم كلها وللانديه كلها، في ماتش الاسماعيلي وماتش برضو الزمالك، الاسماعيلي مع المقاولين والزمالك والاتحاد. فكل ماتش يعني دولت اخر 3 ماتش انا ذكرته لكم اهو اللي حصل فيهم لغط جامد. كل ماتش، وماتش بيراميدز برضو مش متذكر لعبوا مين. فكل ماتش لازم يحصل فيه كارثه. ليه الكوارث دي بتحصل من التحكيم؟ ليه؟ احنا جايبين راجل دافعين له ملايين الدولارات عشان يجي يصلح لينا منظومة التحكيم، لكن الواضح واللي الناس كلها شايفاه ان الراجل ده جاي مش عارف حاجة عن التحكيم المصري، مش عارف يعني ايه تحكيم مصري، مش عارف اخطاء التحكيم المصري، من الاخر مش ملم بالحكام المصريين ومش ملم بطبيعة الحكم المصري. الراجل ده جايبينه تعالى يا عم الحاج انت هتاخد فلوس عشان نطلع من وراك قرشين، ده الواضح وده الصريح، مفيش حد يزعل مني، ده صريح. ولو جينا للحق معظم حكام مصر عايزين اباده، وزي ما قلت لكم حصل فضيحه في كاس العالم ان مفيش ولا حكم مصري راح ولا لاين زمان حتى، فدي فضيحه في حد ذاتها، ان العالم كله شايفين التحكيم المصري والحكام المصريين وحشين جدا. فالراجل ده جاي عشان سبوبه تطلع من وراه وقرشين نراضي بيهم الناس، وادينا بنعمل مصلحه والدنيا ماشيه. زي برضو الاخ فيتوريا الله اعلم هو بيدير المنتخب منين دلوقتي، هتلاقيه قاعد في بيتهم، بس ما علينا هيجيله وقته وهنتكلم عليه. ويا رب يطلع فيتوريا ده ايه كويس. اما نشوف، خلينا في التحكيم، نرجع للتحكيم تاني. ان كلاتنبرج جاي في واحد مصري هو اللي بيقول له اعمل 1 2 3، وكلنا عرفنا مين هو اللي ممشيه، ومين هو اللي بيديله الاوامر، ومين هو اللي بيخليه اعمل كذا ما تعملش كذا، وقف الحكم ده، لا قول للحكم ده انت اتصبعت، قول للحكم دي لا دي ما فيهاش كذا. هما اللي بيقولوا، لان هو اساسا ما يعرفش مين محمود البنا اللي بالاخص هيحكم ماتش الزمالك وبيراميدز. وهنا بيراميدز ما رضاش يجيب حكم اجنبي في ماتش قبل نهائي زي ده، مع ان في الدوري طلب اللي هو يجيب حكم اجنبي، وجاب الحكم بتاع نهائي كاس العالم. لكن الكاس عادي بالنسبه له عشان هيلاعب مين الزمالك لازم تفوت ماشي. ويا رب ايه الاتنين يخسروا، انا عايزهم الاتنين يخسروا، حاجه جديده في الكوره بس مش عارف ازاي، لان انا بكره الاتنين يعني، انت فاهم، ان كان فريق الشوال ولا ان كان فريق البوابين. ويا رب يطلع ماتش زباله يليق بيهم هما الاتنين. نخش على بلد المانجا تالتهم اللي انا بقرف منهم اللي هيهبطوا، ونكتب نقول لا لهبوط الاسماعيلي. الاسماعيلي في خبر كان، الاسماعيلي في خبر كان، لانه ياما فوت ماتشات للبوابين، ياما فوت ماتشات للزمالك، ما هم البوابين برضه تمام. فاكر يا اسماعيلي كنت انت ايه ودلوقتي بقيت ايه؟ شفت، عشان مفيش حد في الاسماعيليه يقول عيب وحرام اللي بيحصل للنادي ده،
غير ولاد النادي. يعني انا عجبني حسني عبد رب النهارده وهو بيتكلم عن عن النادي الاسماعيلي، سوري، هو بيتكلم عن النادي الاسماعيلي. حسيت في ابن النادي، حسيت قد ايه الراجل ده بيحب نادي الاسماعيلي. بس يا كابتن حسني سامحني، النادي ده عمره ما يصلح حاله. يحيى الكومي مشي وخد عصابته ومشي، بس النادي ده عشان ياما فوت متوشه الزمالك وياما ساب لهم متوشه وما كانش بيلعب بما يرضي الله. فجه الوقت من السنه اللي فاتت واللي قبليها والسنه دي اهو الاسماعيلي مش عارف يكسب ماتش يوحد ربنا وعمال يتكعبل. واخرهم جاب ميدو بتاع الشو يدربهم، وميدو يعني سمك لبن تمر هندي زي ما بيقولوا، بطيخ تمام، ومش هيعمل حاجه مع نادي الاسماعيلي. ويا رب يهبط نادي الاسماعيلي. هو اي نعم كتاريخ كنادي كبير، نادي كبير، بس يا ريت يهبط، لان اللي عمله في المواسم اللي فاتت ما كانش ينفع يتعمل ولا يصح يتعمل. ولا ده نادي الاسماعيلي ان جمهوره شايفاه نادي الاسماعيلي اكبر من اللعيبه اللي موجوده فيه. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.